أخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يصلحنا ويصلح بنا. كما رأيتم في العنوان، هذا خاص بالأنظمة العربية وكل الأنظمة والإمبريالية العالمية، هذه الليبرالية البشعة، فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء الذين يتشدقون ويكثرون الكلام على السلام والتعايش وكذا، الله يرحم لكم الوالدين، وهذه الكلمة أخص بها كل الحكام العرب. الله يرحم لكم الوالدين، انتم اللي كتخرجوا كتزقزقوا علينا وتطرطوا علينا بالسلام للبشرية والتعايش بين الديانات وكذا. الله يرحم لكم الوالدين، أنا غادي نسهل عليكم المسؤولية، أنا نعطيكم نصائح اللي سهلة عليكم. الله يرحم لكم الوالدين إلا بداو غير براسكم، تعايشوا غير مع الشعوب ديالكم، فشيو السلام غير في وسط الرعاية ديالكم في هذه المنطقة هذه العربية. والله يرحم لكم الوالدين، سمعوا للشعوب ديالكم. والله يرحم لكم الوالدين، قسموا شويه ديك الخيرات اللي شادين سارطين ابوكم الكلب كلكم نتوما والحاشيه ديالكم والكلاب الذين يخدمون انظمتكم. خرجوا غير شويه ديال الماكله عطيوها الله يرحم لكم الوالدين لهذاك الشعب المهلوك. والله يرحم لكم الوالدين، عطيو فرصه لهاد الشعوب هذه تختار من يحكموها. الوقت اللي يمشيو للصناديق ويلوحوا شي مسخوط الوالدين، شي زرزوميه ولا شي طبه، خليهم الله يرحم لكم الوالدين داكشي اللي خرجت هذاك الصندوق خليه يتصرف في المسائل ديالهم. والله يرحم لكم الوالدين، هذاك التعايش وهذاك السلام وهذيك الحريه اللي باغي تنشروها في الكره الارضيه، الله يرحم لكم الوالدين، عطيو غير 5% للشعوب ديالكم. الا خرج شي واحد وقال اللهم ان هذا لمنكر، اللهم ان هذه السياسه ليس فيها وكذا، الله يرحم لكم الوالدين، الا عطيو غير 0.1% ديال هذيك السلامه وهذيك السلام اللي باغي تنشروا في العالم، عطيو لهذوك الناس. وما تشدوش بوهم وتقجروهم وتدخلوا امهم للحبس وتلبسوا لامهم كاع الجرائم ولا التهم اللي ما كايناش في الارض. الله يرحم لكم الوالدين، نتوما اللي باغي تعايشوا مع الديانات كلها وتحطين لينا بوذا في الامارات وكتشطحوا لينا في ديار الاقوام الماضيه، وباغي تهزوا لينا وباغي تحلوا لينا الكنائس الكبيره، وكاع باغي ديروا لينا دراسه باب للدخول الى المسيحيه، يعني الديانه المسيحيه. لا حول ولا قوه الا بالله. منين نتوما يا خويا نتوما عندكم كاع هذا التعايش مع الديانات كلها؟ والله يرحم لكم الوالدين، الا تعايشوا كونوا مسالمين غير مع ديانتكم. علاش بولي خرج وبغى ينتهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغى يمشي حرف على حرف ما امر به الله سبحانه وتعالى، تضيقون عليه وكتشدوا امو وكتزيروه وكتحطوه وكتنزلوا امو من المنبر وما عجبوه مره اخرى يطلع المنبر حتى يتكلموا بكلام لا يرضيكم. نتوما باغي تعيشوا مع هاد الديانات وتسمحوا بها، واسمحوا غير الناس ديالكم يمارسوا غير ديانتهم بطريقه عاديه. نتوما كتقجروا على بوهم في العالم العربي كله بوه، وهادشي ما كافيكمش يا ولاد الحرام. كتجيو لينا حتى لهنا لاوروبا وكتحركوا علينا اليمين العنصري العصبي المتطرف، كتخدموا علينا وتبداو تقولوا الاوروبيين ردوا البال، هاد المسلمين اللي عندكم راه كلهم ما كيسواوش، وما تخليوش يتحكموا في المساجد ديالهم. حطوا عليهم شي واحد اللي يراقب ليهم المساجد، هو اللي يسير لهم المساكن، وردوا البال. راه كلشي ردوا البال على ديك الكلام اللي كيتقال داخل هذيك الجدران ولا كذا. هادو راه هما الذين
يفرخون الارهابيين وكذا. فلعنه الله على بوكم الكلب الى يوم الدين يا ولاد الحرام. شي هذا التعايش وهذا الشيء اللي باغي ديروه كله ديروه بوكم الكلب غير في بلدانكم ومع شعوبكم، وعطيو حريات الاعتقاد للجميع. احنا ما عندنا مشكل، اطلق بوذا واطلق القروضه واطلق الطبات واطلق الصليب واطلق كل شيء. دبر راسك منك لله سبحانه وتعالى. باغي تخالف انت امر الله شغلك هذاك، واطلق لينا حنا غير حريه الاعتقاد المعلم. ما تضيقش علينا وما تزيرش علينا. هذا الشيء، هذا النرجسي، هذا الانفصام في الشخصيه كنشوفوهم ولاد الحرام كيخرجوا علينا في هذاك المؤتمرات. قال لك القمه العربيه، القمه ديال الصرف الصحي، كلهم ناعسين بوهم مكلخين الهضره ديالتهم. راه والله ما بقى كيسمع لبوكم شي واحد، والله ما بقى كيطيق. وليتو مهزاله، وليتو بحال الفيران، بحال الطوبات، وليتو ممسوخين. كتخرجوا تهضروا بنادم كيبغي التقيه بولداء. ولكن انا عارفكم يا ولاد الحرام، نتوما ما كتسوقوش للشعوب ديالكم، ولكن هاد الشعوب حتى هي راه سربوها. كتقول لي اختي انا الله يطول في عمرها والله يعطيها الصحه والعافيه. اخويا انت راه قاهر راسك، ترى هاد الحلوف هذا كاع ما مسوق. هاد الحلوف راه عايش بخير، فهمتي؟ اضعف اخر ما كيفكر فيه وهو الهويه ولا الدين ولا الاعتقاد. الخطفه ما شغلوش، باغي ياكل ويشرب ويزيد. وكنقول لها انا على كل حال الا جينا نسمعوا هاد الهضره وداكشي راه عندها الحق من واحد الجانب، لكن المحلم لا. الا كان كل شيء يجي ويقول راه كل شيء ميت وداكشي ما كاين علاش تهضر غادوز، راه معلم حتى حاجه ما تغير. العكس، نحن نتكلم ليس لارضاء احد، وحتى ما بغيناش نشوفوا النتائج، ما شغلناش. لا من الله لا اعي بالا لا اري بالا للنتائج، لا. كلامي لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي سيغير حال الناس، وهو الذي سيجعل إن شاء الله البركة في هذا الكلام، ويجعل بعد الآذان تصغى إليه وبعد القلوب فهمتي ترهف له وترطب به إن شاء الله. احنا ما علينا إلا النداء. احنا هذا الكلام كله الذي نقوم به ونفعله هو نصائح وتوعية لله سبحانه وتعالى. راه هذه واحد اليومين دخلوا عليا هذوك اش كيسميوهم هما انفصاليين وجمهوريين كيتحابوا لينا انا واش واخد شي اتزان ولا المعلم. نقول لكم واحد القضيه، رفيقوا راه للاسف هذا هو المشكل. كل واحد كتقول له الكلمه كيتبع غير الهوى ديالو. هذاك الشيء اللي بغا هو يفهم في هذيك الكلمه كيشوف فيها، وقال لك لا خصك تجي معنا ونديروا كذا. اش من نجي معكم والله ياخذ فيكم الحق. انتم من الاوباش التي فهمتي، انتم سبب هذه التفرقه وكذا. احنا لا ندعو لشيء، احنا كنعطيو نصائح للجميع ولمن يهمه الامر. ومن يريد ان ياخذ هذا الكلام فليأخذه، ومن لم يريد ان ياخذ فما حناش قلناش ما نتسوقوش ليه، يطير ينزل. لكن احنا نقول هذا الكلام ارضاء لله سبحانه وتعالى. وكناخذوا المقياس ديال ابراهيم، هذيك الميتافور ديال ابراهيم عليه وعلى رسولنا السلام، والحوار الذي دار بينها هو وبين رب العباد في قضيه الحج. نادي بالحج، عليك النداء وعلينا البلاغ. احنا ننادي والبلاغ على الله سبحانه وتعالى، ولا نبتغي شيئا بكلامنا. الحمد لله نحن في غنى عن كل البشر في هذه الدنيا. افتقارنا لله سبحانه وتعالى، ونقول كلام نريد أن نلقاه إن شاء الله، حتى إن كان قليلا أن يكون لنا حجة أمام الله سبحانه وتعالى. نحن في زمن والله العلي العظيم ليس بالسهل، ولا بد لكل أحد أن يتحمل مسؤولياته. وعلى أضعف الإيمان شوف فين واقف أنت، أين هواك، لأن كل الجميع على الداخلي ولا هذاك اللي مسؤول عليك في الداخل ولا هذاك اللي مسؤول على العالم بأسره، والله يريدون الشر لهذه الأمة، ويريدون وضع اليد على كل مقدرات هذه الشعوب، ويحاربون كل شيء فيه حتى رائحة الإسلام. وهنا المعلم هذه مواقف للرجال. احنا بغينا رجال المعلم ماشي ذكور، لا يخافون في الله لومة لائم. يقول كلمة إن شاء الله بكل احترام وكذا. احنا نحترم جميع الآراء ونحترم، نحن أولى، احنا اللي خصهم يسمعوا لنا، لأن نحن كمسلمين نؤمن بحرية الجميع وبحرية البشرية، ونحن خير لهذه البشرية، لأن نحن نطمح
إلى سعادة البشرية وسلامتها، ونحن هنا في خدمة البشرية كانت كما كانت، بغض النظر على إثنيتها وعلى اعتقادها، وكذلك على انتمائها السياسي أو أي شيء، لا يهمنا هذا. فنحن خلفاء الله في الأرض لنصلح وفي خدمة هذه البشرية، ونحن دعاة للبشرية وليس قضاة، إنما القاضي هو الله سبحانه وتعالى. فالله يرحم لكم الوالدين، كل يتحمل مسؤوليته. ونقول لكل الأنظمة راه طاح عليكم ورقة طاحت على كل شيء، تسخسخوا يا بوكم، وليتم ممسوخين. والله العلي العظيم لقد مسخكم الله. أي واحد خرج وهضر كتقول أنت تفوكون غير يسكت. والله إن هذه حقيقة والكل يعلمها. أصبحوا كالسفهاء إلا من رحم ربي. فلذلك حنا والله العلي العظيم ما بقينا كنثقوا في حتى واحد، ثقة في الله سبحانه وتعالى. وهاد الشعوب خصها ترتقي. والله إن الخلاص في الرجوع إلى الله، ورا الأرزاق والأعمار بيد الله. فلذلك وجبت عليكم هذا هو قمة وقاعدة التوحيد. واللي كيعطيك شي حاجة يحبسها لك. العطي الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.